السلام عليكم، انا عمر الجبلي من فريق بارفيروس. النهارده هنتكلم عن الادوات اللي هنستخدمها عشان نبدا تدريب ستريت ورك اوت في البيت. اول حاجه هنحتاجها معانا عقله باب. عقله الباب بتبقى بالشكل ده، بتشتريها من اي مكان لبيع الادوات الرياضيه. دي كانت تقريبا في حدود 75 جنيه. شكلها زي كده، في طرف بيلف على الفاضي، الطرف كل ما تلفه بتلاقيه بيطلع يعني. هنشوف المسافة اللي هنحطها تبقى قد ايه. هتفتحها بحيث تبقى المسافة قريبة من الحيطة. أول ما تبتدي تمسك في الحيطة، امسك الطرف اللي كان بيلف والف الماسورة نفسها. حاول تخلي الماسورة تبقى أفقية، مش نازلة تحت ولا طالعة فوق، وتكون عالية برضو عشان لما حد يعدي من الباب متضايقوش. هتلفها على قد ما تقدر جامد عشان متقعش بيك قدام. كده ركبنا اول. تاني حاجة هنحتاجها المتوازي. طب ازاي نعمل متوازي في البيت؟ هجيب كرسيين زي كده نفس المقاس، هحطهم تحت كتفي بالظبط، يعني المسافة بينهم بتبقى نفس المسافة بتاع كتفي، وهمسك فيهم بالطريقة دي وابتدي انزل اهو. تالت حاجة هنحتاجها معانا الأرض. يبقى كده أنا محتاج العقلة والمتوازي والارض. العقله هشتري عقله بقى، المتوازي هستخدم كرسيين، والارض موجوده. كده احنا عرفنا هنحتاج ايه بالظبط عشان نتمرن. هنخش بقى في جدول التمرين. بالنسبه لجدول التمرين هيكون متقسم الايام عضلات معينه، لكنه هيكون مختلف عن الجيم شويه. يعني مثلا هيكون عندنا اول يوم السبت بنش وتراي وبطن، تاني يوم الحد ظهر وباي، الاتنين رجل وبطن، التلات راحه، والاربع كتف وترابيس، الخميس كارديو وهيت، والجمعة راحة. يعني التمرين بيكون 5 أيام في الأسبوع ويومين راحة. احنا كده عرفنا الأدوات اللي هنستخدمها عشان نتمرن في البيت، وعرفنا جدول التمرين. إن شاء الله في الفيديو الجاي هنصور لكم التمرينة كاملة بالأداء بتاعها عشان تعرفوا تتمرنوها في البيت. السلام عليكم.